انا عمري ما كنت وحش مع حد. لو شقيت صدري بصافوريا هتلاقي قلبي نضيف، لكنه طالع من غسالة اوتوماتيك. بس الناس بقت غريبة، ما بقاش في رحمة في قلب البني آدم. عندك حق يا ابني، الناس بقت وحشة. ربنا يهدي الجميع. معلش يا عم جمعة، أنا عارف إن أنا بزعجك بمشاكلي، بس أوعدك من المرة الجاية إن شاء الله هاجي آخد السياخ والأسمنت وأمشي من السكات. أمين يابا؟ امين يا ابني. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. ايوه بس يا معلم سيد، الناس بقى لها 5 سنين بتدفع تبرعات ونفسهم يشوفوا بقى دار الايتام، وانت مش مدينا فرصه خالص. كل ما نلم قرشين تيجي تحط علينا وتاخد اللي احنا بنلمه، ولو ما لقيتش بتاخد الحديد والاسمنت تبيعه. يعني يرضيك إن أوضة التعذيب بتاعتي يبقى ملهاش سقف، تبقى عريانة؟ أمال علق اللي هيجادلني فين؟ ايوه طبعا يا معلم سيد، لازم تعلقه طبعا، هتسيبه مرمي على الارض. بس انا اعمل ايه؟ العيال الايتام عندي كبروا وبقوا رجاله بشنبات ايتام كبار، اوديهم فين انا؟ ورا مصنع الكراسي عندي وأنا هاخد بالي منهم. ماشي؟ يا معلم سيد. سلام عليكم. معلم سيد اسمعني بس يا معلم سيد. شفت الجدال بتاعك وصلنا لإيه؟ ايه؟ زيت الصندوق. بص يا عم جمعة، أنا هاخد الصندوق ده كالعادة وأطفش القفل اللي فيه وآخد الأمانة وأرجعه لك مع عشري. طب هستأذنك بقى، هات لي قفل تاني عشان بجيب القفل على حسابي والله. حاضر. باي باي يا عم جمعة. باي باي يا حبيبي. بقول لك ايه يا معلم، عايزين نبقى نسرع قضايا اكبر من دي شويه عشان الدنيا مزنقه جامد. خدوا بالكم من الكمين. اجري.